السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم صافي من قناة سندريلا هوم، واهلا وسهلا بكم. فيديو جديد من اجمل الفيديوهات اللي ممكن تشوفوها. كل اللي مهتم بالديكورات والتنسيقات الجميلة هيحب الفيديو ده جدا. الفيديو ده لسيدة مغربية بجد عاشقة للديكورات والتنسيقات الحلوة قوي. هنشوف كده تنسيقاتها في بيتها، في كل انحاء بيتها ملهمة بجد، هي ملهمة، هتديكوا افكار حلوة قوي للترتيب والتنسيق. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. قبل اي حاجة حابة ارحب بيكم وحابة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، كل كلامكم الحلو على راسي. ميرسي لكم جدا وميرسي لدعمكم الدائم ليا وميرسي لكلامكم الحلو، ربنا يخليكم ليا يا رب. انا بحبكم جدا جدا وفعلا بحب اكون معاكم وبلاقي نفسي وانا معاكم. ميرسي لكل حد شرفني في القناة دي وقال لي كلمة حلوة، انتوا نعمة كبيرة قوي في حياتي وانا من غيركم ببقى تايهة بجد. بحبكم في الله، ويلا نبدأ الفيديو النهاردة وهنتظر رأيكم في التعليقات. في البداية تعالوا أعرفكم على السيدة السكر بتاعة النهاردة، وهي سيدة مغربية مغتربة عايشة في أمريكا. عندها شغف كبير قوي بالديكورات والتنسيقات الحلوة، وملهمة فعلا بأفكارها بتنسيقاتها الحلوة وبديكوراتها، وهتديكوا أفكار بحاجات بسيطة ولكن هتديكوا شعور بالسعادة، وهيعمل طاقة إيجابية لكل الموجودين، وهتكونوا أكثر إنتاجية كلكم في البيت، لأن البيت المترتب بيجي من وراء العقل المستريح، وبيجي وراء الشغل اللي فيه إنجاز، وبيجي وراه كل حاجة جميلة. تعالوا بينا نشوف الضيافة المغربية لسيدات المغرب، والشياكة فعلا في التنسيقات، والشياكة في الأدوات وتحضير الحلوى الجميلة، وطريقة التقديم نفسها أفكارها حلوة قوي. كمان الطواجن المغربية الجميلة والتمريات اللي احنا بنحبها، وكلنا استعنا بالتراث المغربي الجميل جدا، فاخر جدا وعظيم. كلنا بقينا بنلبس القفطان المغربي، وفي أدواتنا بنجيب الطواجن المغربية والحاجات الحلوة قوي دي. كل دي من التراث المغربي الجميل. شكرا لكل سيدات المغرب على ذوقهم الراقي جدا في تنسيقاتهم وترتيباتهم وأفكارهم الملهمة اللي استفدنا منها كتير. كلنا لاحظنا في الفترة الأخيرة التطور الملحوظ اللي بقى موجود في عالم الديكورات وفرش البيوت، ولكن كل ده في كفة، ولمسة ست البيت في بيتها ده في كفة لوحده. أنا على قناعة تامة إن البيت ما يبقاش فيه روح غير بالتاتش بتاع ست البيت، اللي تحسس أهل البيت إن موجود في البيت ده ست بجد. في كل ركن بيتها في ذوقها، في التاتش بتاعها، حطت إيديها، تنظيف إيديها، كل حاجة تبقى بإيديها هي. ما شاء الله على السيدة اللي معانا دي، ذوقها راقي قوي، هتستفادوا من ذوقها ومن لمستها في بيتها. كمان تنسيقاتها للديكورات رائعة. بيجيلي رسائل كتير قوي على الفيسبوك يقولوا لي احنا ما بنعرفش ننسق ديكورات البيت او ما بنفهمش فيه، قصة الديكورات دي مش لعبتنا يعني. فالفيديوهات دي هتساعدكم جدا. خدوا الفكرة اللي تعجبكم ووظفوها مظبوط في البيت عندكم على حسب امكانياتكم، وان شاء الله بيتكم يبقى احلى بيت في الدنيا. شفنا مع بعض غرفتها وتنسيقها فيها، وشفنا الغرفة بتاعت بنوتتها أو غرفة الضيوف كمان. تعالوا نشوف مع بعض غرفة أولادها الأولاد، وشوفوا تغيير الديكور اللي هي هتعمله. تسلم إيديها بجد. شوفوا هي جابت ورق الحائط ده أو ستيكرز كده بيتلزق على الحائط، واخد شكل الباركيه شوية. شوفوا تنسيقها بقى للغرفة، ما شاء الله خلتها تحفة بجد وذوقها راقي جدا. تعالوا كمان نشوف الكورنر ده، حاطه فيه كده كونسول جنب باب الشقة. شوفوا تنسيقها للديكورات عليه رائعة جدا، هو من الستانلس ستيل، وفي موجود وراء المراية الطولية دي. بجد ملهمة في تنسيق السفرة. بحب قوي تنسيقاتها للسفرة وبتديني افكار حلوة قوي. ادواتها اللي هي بتستعملها فوق الرائعة. تعالوا شوفوا واستمتعوا بتنسيقها كده للكوسترات مع الاطباق مع الكاسات مع رص السفرة بطريقة شيك قوي. ان شاء الله تعجبكم.
من الحاجات الحلوة قوي برضو ان هي عاملة الكورنر ده وحاطة فيه العربية دي او الترابيزة الستانلس دي موجود فيها ادوات البخور وتعطير البيت، الشموع المعطرة والمبخرة، وكمان اللون الذهبي تحس ان هو ذوق ملوك كده، عاطي احساس ملوكي قوي في البيت ما شاء الله. تعالوا كمان نشوف التنسيق ده للسفرة، مستعينة باللون الاسود في ابيض، حلو قوي وراقي جدا جدا ان هي حطت الورد باللون الاسود، عملت ماتشنج كده مع الكوسترات والشموع. من الحاجات الحلوة قوي برضو ان هي مهتمة بتنسيق ديكورات التويلت عندها، حاطة البوتلز دي وحاطة فيها كده الشامبوهات، هي حاطة الفوطة كمان دي كده عاملة ماتشنج مع التويلت، اللون الذهبي في اللون الابيض، شكله فخم جدا وراقي. تعالوا نشوف تحضيراتها الجميلة قوي لشهر رمضان الكريم، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. شوفوا التنسيقات الحلوة الرقيقة الراقية، مش مبالغ فيها ولكن برضو تدينا احساس بروحانيات رمضان الحلوة. ما يفوتهاش طبعا تحضير السفرة الحلوة قوي رمضان، وديكورات الحلوة وروحانيات رمضان الجميلة بالالوانات الحلوة بقى كده لرص السفرة، الكوسترات جميلة قوي واخدة الطابع العربي، فوقها الاطباق مطعمة باللون الذهبي مع الزرع الاخضر، عاملة بهجة حلوة قوي على السفرة. انا عارفة ان كلكم بتعملوا عزومات جميلة، ولكن بتحتاجوا الافكار دي، اكيد بيزوركم ناس غالية عليكم بتحبوا تتشرفوا قدامهم وتقدموا لهم احسن ما عندكم بديكورات راقية تليق بيهم. افكار دي حلوة قوي، ان شاء الله تستفادوا منها. تعالوا نشوف التقديمات الراقية جدا لحلوى شهر رمضان الكريم. سيدات المغرب مشهورين بحلويات شهر رمضان، بيعملوا أصناف هايلة جدا، كمان في الأعياد مميزين جدا بالحلوى بتاعتهم. لو معانا سيدات من المغرب بتتابعنا تقدروا تقولوا لنا أسماء الحلويات الموجودة في الفيديو معانا النهاردة، نتعرف على أكلاتكم أكتر ونتعرف عليكم أكتر. وأهلا وسهلا بيكم ومشرفينا ومنورينا كل إخواتي وحبايبي اللي متابعيني في الفيديو ده. حابة أتعرف عليكم وعلى أسمائكم ومتابعيني من أنهي دولة. كل حد يعلق على الفيديو ده يكتب لي هو منين علشان اطلع ارحب بيه ان شاء الله في الفيديو الجاي. تعالوا كمان نشوف ترتيبها لغرفة الغسيل عندها، ما شاء الله كل ركن في البيت له ترتيبه الخاص، ودي من الحاجات الحلوة قوي برضو اللي بتبعث الراحة النفسية كده لست البيت، انك تدخلي كل مكان في بيتك تلاقيه مرتب وتلاقي الدنيا شكلها حلو. ده هيساعدك جدا انك تقومي بمهام البيت وما تكسليش عنها، لان الحاجة وهي شكلها مرتب وحلو تحسي ان انت متشجعة انك تكملي وانك تخليها دايما شكلها جميل، بعكس لما تكون متكركبة او شكلها مش مرتب انت مش قادرة تقومي تعملي. لكن لما الحاجة يكون شكلها حلو ومرتب بتشجعك جدا. شوفوا هنا عاملة منظم لكل حاجة، عاملة منظم للمشابك والمعطرات ومناديل الغسيل، كمان المسحوق بتاع الغسيل نفسه، حاطة بعض الديكورات اللي شكلها شيك جدا على الأرفف. شكل المكان راقي قوي ورايق جدا. حلوة فكرة أصلا غرفة الغسيل دي تعملوا مكان مخصص للغسيل بحيث انه يلم كل أدوات النظافة الموجودة بدل ما تحطوها تحت الحوض في المطبخ. تعالوا نشوف مشترياتها الجديدة للمطبخ. هي قالت ان كل الحاجات اللي هي جايباها دي جايباها من على امازون. جابت طقم السكاكين ده حوالي 12 سكينة كده بالحامل بتاعهم، وكمان معاهم مقص، ايديهم باللون الابيض والسكاكين نفسها باللون الذهبي. حلو قوي راقية جدا. كل شهر تقدروا تشتروا حاجة واحدة ويكون نفسكوا فيها وتكون على ذوقكم.
اللون الذهبي مع الابيض عامل فخامة في المطبخ كده. كل فترة حاولوا تشتروا حاجة جديدة تفرحكم، ده بيحسن مزاج ست البيت جدا. انا من الناس اللي لما بشتري حاجة بسيطة خالص بفرح بيها قوي، بتحسن مزاجي فعلا. فانتوا كمان كل فترة كده افتكروا نفسكم بحاجة يكون نفسكم فيها، ولو كل شهر مرة، كل شهرين مرة، يعني على حسب امكانياتكم. تعالوا نشوف ده تنسيق تاني كده للسفرة. الأطباق اللي هي استعانت بيها شكل الشطرنج كده حلوة قوي، تدي رونق كده غريب للسفرة أو لأدوات المطبخ. الشكل ده بالخصوص اللي بيبقى على شكل شطرنج حلو جدا. نسقت معاه بقى المعالق كمان اسود في ذهبي. شوفوا الكسترات كمان والمناديل فيها فراشة واخدة شكل الشطرنج. الزهور اللي هي حطيتها، الكاسات، تنسيق خيالي فوق الرائع بجد. بحترم جدا ذوقها ده، وعندها إلهام فعلا كده بالأفكار، ياخدكوا في حتة تانية خالص. الحاجات دي كلها بتحسن من مزاجنا وبتخلينا كده احنا كستات نحس ان البيت بيلمع لمع كده. تعالوا كمان شوفوا التنسيق ده كده باللون الأسود، المفارش اللي هي حطتها والكسترات، سفرة لونها فاتح مع المفارش اللي باللون الأسود، مع الاستعانة كمان بطباق فيها ذهبي وأبيض، عامل ماتشنج مع بعضه، وكانت النتيجة راقية جدا جدا. حبايبي كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة على الفيديو، واتمنى السيدة السكر دي تكون اديتكم افكار راقية جدا للتقديمات والتنسيقات. وانتظرونا ان شاء الله فيديوهات جاية كتيرة. كانت معاكم صافي من قناة سندريلا هوم. سيبكم في رعاية الله وامنه، وباي باي.